بص يا اسطى، والله ما عارف اجيلك بكره عشان انا خارج مع اهلي. خارج مع مين؟ مع اهلي. بس انا بحس ان انا مبسوط كده ومنشكح. ده انا بحس ان انا منفشخ. ده انت لك ناس على السوله. مش عارف انت ازاي جيت على لسانك. انا هحكي لك يا اسطى خروجاتي مع اهلي انا، مع اهلي انا اللي هم غير اهل الناس كلها. انا يا اسطى انت لو عايز تقل من نفسك، لو عايز تنهي حياتك، اخرج مع ابويا وامي. ليه يا اسطى؟ انا اقول لك ليه بقى، انا جاي لك في الكلام اهو. انا دلوقتي ابويا وامي، ابويا وامي قالوا لي يلا نخرج، فانا خارج انا وابويا وامي واختي، خارجين 4 هم. فماشيين الدنيا، قلت ايه بقى، الناس كلها بتحس بطمانينه كده وهي خارجه مع اهلها، فانا قلت خلاص انا هخرج مع اهلي وايه وهنخرب الكلام وهنتبسط وكده. فالمهم انا نازل يا اسطى، رحت نزلت مع اهلي دول. المهم يا اسطى جايين نركب ايه عشان نوصل، رايحين مشوار. انا امي لحد دلوقتي مش معتبراني نفر. ما معتبراك ايه؟ مش معتبراني اصلا. انا هحكي لك بقى. انا دخلت معاهم ميكروباص، فرحنا قعدنا، انا مديهم حق ال4 تنفار، انا وابويا وامي واختي. فانا ايه رحت طلعت لهم حق ال4 تنفار وقلت لها خدي يما حاسبي الراجل على 4. راحت هي خدت، مش قالت لي لا حتى 3 وهي ادتني النفر الباقي، لا هي خدت النفر كده سلتته منهم وراحت حطيته في البوك. راح قالت له امسك يا اسطى 3. راح قال لها طب والشحط اللي ورا ده يا حاج؟ رحت قلت له حبيبي يا اسطى والله. راح قلت له ايه هو ده نفر؟ ايه ده يا اسطى، بيهنوك ولا واخدينك في الصعود؟ لا انا واقف ورا بقى اللي هو ايه ايوه انا يا جدعان بيتكلموا عليا، سواء هم بيتكلموا عليا. فبدات تقول له هو ده نفر؟ ده صغير. فهو يقول لها طب والبغل اللي ورا ده يا حاج؟ حبيبي يا اسطى والله العظيم ايوه انا ببغل يا جدعان. هي تقول له انت حاسب ده بغل ونفر؟ تعالى يا خاريه، تعالى يا خاريه. ده خاريه ده النيك نيم بتاعي، جاي لك في كلمه خاريه دي احكي لك الفيديو بس. قالت لي تعالى يا خاريه، تعالى اقعد هنا، اقعد هنا. انا اصلا امي قد كده وانا طلعت في بيتي. هي تقول لي تعالى، انا اقول له يابا اتصرف. فانا ببص على ابويا كده لقيتهم طلع دماغهم من الشباك مبسوط قوي مبسوط قوي يا ابني. انا ابويا اصلا بيتخانق معايا على اللي هو جنب الشباك، متخيل؟ ابقى عندي حاجه 20 سنه وانا داخل بيقول لي بلاقيني طالعين الميكروباص كده، بيقوم هو جري الاول بره في ايه؟ يقول لي عشان حاجه جنب الشباك. ونعم الاب. بقول له يا اما انا مديك ال4. تقول لي لا والله لا تيجي تقعد على حاجه. فانا بقى بخصوص حوار خاريه ده انا احكي لك دلوقتي يا اسطى. انا اسمي احمد، العيال كلها بتدلع على اسمه احمد ومش موسى احمد. يعني انت مثلا لو انا اسمي احمد وفي بيت تاني اللي يا حماده يا مودي يا مدامين والناس دي فاهم. فانا النيك نيم بتاعي خاريه. انا بكون نايم كده والله بكون نايم كده، ده مش هم بس البيت كله، انا اسمي احمد خاريه. فانا بكون نايم كده في البيت يا خاريه يا خاريه جايه يا جدعان فاهم. تعالى كل يا خاريه، تعالى هات ميه كوبايه ميه يا خاريه. طب انت سؤال يا اسطى، انت كنت معفن وانت صغير عشان كده؟ والله ما اعرف. انا عرفت القصه دي في الاخر لما هجالك في الكلام بقى. الراجل الوحيد الله يكرمه اللي غالي الاسم ده في العيله خالي يابا الله يعزه، كان بيقول لي يا زعبطه. ايه زعبطه دي؟ مش عارف والله انا والله كان لحد دلوقتي يشوفني يقول لي يا زعبطه، بقول له يا خالي، يقول لي عامل ايه يا زعبطه. انا قلت له زعبطه ايه ده خاريه؟ انت زعلان ان هو بيقول لي زعبطه اللي هو اصلا شكله شتيمه برضه. فالمهم بقى يا اسطى، الناس دلوقتي لما تخرج مع اهلها بتحس كده بالطمانينه وتحس ان هي، انا لما باجي اخرج مع اهلي بقول يا رب رد شقه وتبلعني بسرعه والنبي. ليه يا اسطى؟ يا ابني مفيش امل. بقول لك غير لقطه المواصلات اللي حكيت لك عليها دي، احنا ماشيين، انا ماشي مع ابويا وامي دلوقتي اللي هم ناضجين، واحد عنده 63 سنه والثانيه عندها في الخمسينات برضه 55 سنه وكلام، اتنين حاجين يعتبر. فانا ماشي مع ابويا وامي واختي، فماشي كده ميكروباص بيزمر عادي من بعيد على ابويا خالص، بعيد قوي. فيا اسطى الراجل بعيد عن ابويا هو بيزمر عادي، يوم ابويا يسكت بقى لا وربنا ابدا ما يبقاش ابويا. الظاهر بقى ما عملش نمر قدامي من بقاله كتير وبتاع. فقام راح قلت له انت رايح فين يابا؟ قال لي خليكوا هنا. ورايح بقى بدله وبتاع. قام راح عند السواق وما اتكلمش معاه، قال له انت بتزمر ليه؟ راح يا اسطى على العربيه ودب دب دب. ايه يا راجل يا ابن التيت بتزمر ليه يا؟ يلعن تيتي السواقين كلها وبتاع. وانا واقف بقى من بعيد ولقيت الميكروباصات كلها بتتلم عليه والسواقين بتنزل وهو عمال يشتم في السواقين ويعمل كده. وانا مستغرب هو ابويا ماله في ايه؟ هو بص كده لقيتهم كلهم متلمين عليه. ابويا راح حاسب حراره في ظهره كده، راح بيبص لا عليه دايره بقى كلهم بقى اللي هو ايه عارف صلح؟ تقريبا ده اللي هيحصل دلوقتي. فراح بيقول لهم لا ده انا معايا ابن احمد يدغدغ الدنيا. فراح عمل لي يا احمد، وانا لقيت بقى السواقين كلها بدات تبص لي كده. رحت لفيت وشي كده، راح هو نادى تاني، رحت لقيت الناس بصيت لي يا احمد كلم ابوك. ابوك بينده عليك يا احمد. راح الناس بصيت لي وانت احمد؟ بقول له انا اسمي علي ربيع. فراح قال لي ماشي خلاص. فانا رحت بقى لقيتهم خلاص يضربوا ابويا، قلت لا هو ينفع اضرب ابويا؟ رحت قلت لهم يا جدعان انا احمد. راحوا بقى نزلوا فينا صلح احنا الاثنين. المهم يا اسطى بعد ما اقنعتهم ان هو راجل كبير وبيحب صوت الكلاكسات وكده، عطف علينا بس كنا طالعين وشنا احنا الاثنين يا اسطى فاهم ميتين. فانا ماشي فرحت بقول له يعني عاجبك كده يبقى هنعرف نخرج ازاي؟ قال لي يا ده انا بعلمك عشان لو
توتي مني في الجنينه فاهم، بص اعرفك. طب ما في حاجه اسمها GPS يا اسطى. لا ده الجي بي اس بتاعنا. انا بص ان انا عامل كده، هو ده احمد ده. فانا رحت لامي، رحت ابويا امي اتصدمت كده من شكلنا احنا الاثنين، قالت لي اللي حصل في وشه كده؟ قلت لها يا اما ابويا راح عند السواق خرب الدنيا بوشه دخل. طب وانت؟ انت كنت بتساعد؟ انا كنت بتضرب تقريبا، ابويا كان بيضرب معاهم يعني، غير ان انا ضربت ابويا كان بيضرب معاهم، ما كانش واخد باله ان الدنيا زحمه. فالمهم بقى لما رجع امي بقى، امي قالت ايه ده واتخضت وبتاع، راح ابويا قال لها بس اسكتي انا اديت واحد منهم كام قفا. ايوه يابا ايوه قول هم انا حاسس بيهم والله قول. فعرف بيقول لي ده انا مسكته وهو موطي كده وانا تش والله ايوه والله عارف وربنا دي الحاجه الوحيده اللي متاكد منها ان انت عملتها. فالمهم رحنا قام خدنا وقال يلا بقى نخش جنينه الحيوانات. راح داخل كان هيخانق مع بتاع الامن، قلت له بالله عليك يابا ما في حته سليمه يضرب فيها الراجل خلينا نعدي. فرحنا خدته وعديته وبتاع. انا ابويا يا اسطى ليه حكايه مع سيد قشطه من زمان يا اسطى فاهم، بيحب سيد قشطه ده يعني، هو كان لابس بدله وداخل كده بكاريزما ووشه وارم وبتاع. فداخل كده يا اسطى وماشي بقى كده ماسك في ايدي، واحنا ماشيين عند الحيوانات كلها شكله كاريزما كده والناس بص عليه لابس بدله. المهم اول لسه ما شوف سيد قشطه قال له ايه سيد يا سيد يا سيد. انا بقى ركز